السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا احنا عارفين إن محطة قطارات الصعيد اللي موجودة في منطقة بشتيل بتستعد للافتتاح. وفي الفيديو ده حبيت أعرض لكم المدخل اللي من اتجاه شارع السودان. احنا عارفين إن في مدخلين، مدخل رئيسي هو اللي ناحية عزبة المطار اللي أمام اسم المنيرة وحي إمبابة. وده مدخل ضخم اللي فيه البوابة الرئيسية للمول وللمحطة. الجهة اللي احنا واقفين فيها ديت، ده المدخل اللي من ناحية شارع السودان. وده بيتم تجهيزه زي ما انتم شايفين، بيربط بيتم ربط الجراج بنفق زي ما انتم شايفين كده عشان السيارات اللي هتدخل في الجراج. وفي اسانسير بيطلع لنا على الكوبري المعدني اللي فوق كوبري المشاة ده. كوبري المشاة بيدخل مباشرة على المول التجاري في الطابق الثاني. وبعد كده بينزلك تحت على صالة قطع التذاكر. هيكون في ممرات لشارع السودان زي ما انتم شايفين بيتم تجهيزها. في الجزء الفاضي اللي بعيد ده بيتم يعني تجهيزه لإنشاء عمارات سكنية خاصة به أو تابعة لوزارة النقل، عشان يتم الاستفادة من الأماكن اللي فضيت. لأن كانت السكة الحديد اللي بيمر عليها القطارات دلوقتي كانت موجودة في المسافة اللي قدامنا ديت. دي كانت السكة الحديد الرئيسية. بعد إنشاء المحطة تم تفريغ هذه المنطقة وإعادة هيعيد استغلال هذه الأماكن، لأن الأماكن دي فاضية من مكان ما احنا واقفين كده لحد بعد محور 26 يوليو. حبيت بس أنقل لكم المكان ده والتجهيزات اللي بتحصل فيه، لان في ناس طلبت ان احنا نصور لها المدخل من جهة شارع السودان. وبرضه في فيديو دلوقتي هيوريكم شارع السودان الناحية التانية فيه شكله عامل ازاي. دي الجزئية اللي ناحية شارع السودان من بره بقى. هيتم فتح بقى ممرات في الأجزاء المتاح إن هي يتم فتحها، توصل للمدخل اللي أنا وريته لكم من شوية، عشان يبقى فيه ربط ما بين شارع السودان ومحطة السكة الحديد. وطبعا الأماكن اللي هيتم فتح فيها ممرات هي أصلا شوارع قائمة بالفعل، ولكن تم غلقها من السكان، اللي هي الممرات الجانبية اللي ما بين العمارات وبعضها، زي الممر اللي مقابلنا ده. وكان في ممر قبل السور برضو هيتم فتحه ان شاء الله. بشكر حضراتكم، متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. ولو في اسئلة او في اماكن عايزين نصورها يا ريت تقولوا لي في التعليقات. شكرا جزيلا لحضراتكم.